السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم بزاف، ولكن بزاف ديال الناس ما كيعطيوش الاهتمام الكافي، وهو العناية بالفم عند مرضى السرطان، خصوصا في مرحلة العلاجات التلطيفية، حيث المريض يقدر يعاني من الجفاف في الفم، التقرحات، الريحة الخايبة، الألم، صعوبة في الأكل والكلام. وهاد المشاكل كتأثر بزاف على الراحة النفسية والجسدية ديالو. في هاد الفيديو غادي نشرحو علاش كيضرر الفم، كيفاش نهتمو بيه بطريقة صحيحة، شنو الحوايج اللي خاص نتفاداوها، ونصائح مهمة للمرافقين والعائلة. خليو الفيديو حتى الاخر. علاش الفم كيتضرر عند مرضى السرطان؟ شوفوا، العلاجات ديال السرطان بحال الكيماوي، العلاج الإشعاعي، بعض الأدوية القوية، وحتى ضعف المناعة، كلها كتأثر على الفم. والمريض يقدر يحس بيه الحريق، الجروح والتقرحات، نزيف اللثة، الفطريات، جفاف شديد، طعم خايب في الفم، صعوبة في البلع. في مرحلة العلاجات التلطيفية الهدف ديالنا ماشي غير العلاج، الهدف هو راحة المريض وتحسين جودة الحياة ديالو. وأحيانا تنظيف الفم البسيط كيخفف المعاناة أكثر من بعض الأدوية. كيفاش خاص يكون تنظيف الفم؟ أول حاجة غسل اليدين. قبل ما نعتنيو بفم المريض خاصنا نغسلو يدينا مزيان. تاني حاجة تنظيف الفم بلطف، خاص نستعملو فرشاة ناعمة بزاف أو كومبريس مبللة إلا كان الفم حساس بزاف. ومن الأحسن التنظيف يكون من 2 حتى ل4 المرات في النهار، خصوصا من بعد الماكلة وقبل النعاس. شنو نستعملو في التنظيف؟ يمكن نستعملو سيروم فيزيولوجيك أو ماء مع شوية الملح والبيكربونات، مثلا كاس ديال الماء دافي، نص معلقة صغيرة ملح، نص معلقة بيكربونات. هاد الخليط كينظف ويرطب الفم. شنو خاص نتفاداو؟ ما نستعملوش الكحول في غسول الفم، الحامض بزاف، مواد حارة، فرشاة قاصحة، حيت كيقدروا يزيدوا الألم والجفاف. وحتى الماكلة حارة بزاف، مالحة بزاف، ناشفة بزاف، كتقدر تجرح الفم كتر. الجفاف من أكثر الحوايج اللي كيعاني منها المريض يقدر ما يقدرش يهضر مزيان، ما يقدرش يبلع، يحس بلصق الفم. شنو نديرو؟ نعطيوه رشافات صغار ديال الماء، نرطبوا الفم بكومبريس مبلله، نستعملوا مرطبات الفم الى وصفهم الطبيب، ندهنوا الشفايف بفازلين او مرطب. إلا كان المريض كيعاني من تقرحات، خاص التنظيف يكون بلطف بزاف. ممكن الطبيب يوصف جالز مخدرة، مضادات الفطريات، أو أدوية للألم. والمهم ما نجربوش وصفات من راسنا، حيت بعض المواد الطبيعية تقدر تزيد الحالة سوءا. العائلة عندها دور كبير بزاف. بعض المرضى ما كيقدروش يهتموا بفمهم بوحدهم، خصوصا في المراحل المتقدمة. خاص المرافق يكون حنين وصبور، ما يديرش الحركات بعنف، يشرح للمريض شنو غادي يدير، ويوقف إلى حس المريض بالألم. هاد العناية الصغيرة كتخلي المريض يرتاح، ياكل أحسن، يهضر مرتاح، ويحس بالكرامة والاهتمام. في العلاجات التلطيفية التفاصيل الصغيرة كتفرق بزاف، والعناية بالفم ماشي حاجة ثانوية، بل هي جزء مهم من الراحة والكرامة ديال مريض السرطان. إلا عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك، كومنت، وبارطاجيو الفيديو باش يوصل لأي شخص محتاج هاد المعلومات. وإلا بغيتو فيديوهات أخرى على الألم عند مرضى السرطان، التغذية، العناية بالمريض في الدار، أو الدعم النفسي، اكتبوا لي في التعليقات. السلام عليكم.